عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي زي ما انتوا شايفين كده هنعمل الأكلة الجديدة دي. الأكلة دي بتهيألي هتكون أول مرة على اليوتيوب لأن ربنا أوحالي بيها، وإن شاء الله مقاديرها بسيطة جدا سهلة جدا مغذية جدا. على طول نبتدي الفيديو ونشوف المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ معاكم ام عبد الله من مطبخ بنت ابوها. النهارده زي ما انتوا شايفين كده هنعمل اكله هي اختراع سهله وبسيطه وسريعه جدا. انا معايا هنا زي ما انتوا شايفين كده المقادير بتاعتي بسيطه. انا معايا هنا بانيه متبلاه زي ما انت شايفه كده، حطاله بصله وحطاله طماطمايه مبشوره وملح وفلفل ومعلقه مستردة، بس مش اكتر ولا اقل. حاجات بسيطه جدا ومش هحط بهارات ولا اي حاجه تانية. عايزاه يبقى خفيف ويبقى بسيط. معايا هنا بطاطس مسلوقه زي ما انت شايفه كده، طبعا انا مش هقول كميات. ومعايا هنا بقى المفاجاه بتاعه الاكله او السبب ان هي اختراع المرتة. انا معايا مرتة، الاكله دي هنعملها بالمرتة، هنشوف هنعملها ازاي. هتعجبكم جدا، سهله جدا وطعمها بجد تحفه. البطاطس زي ما انت شايفه كده انا سلقاها ومقشراها، وهنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. انا دلوقتي هقطع البطاطس زي ما انت شايفه كده. طبعا البطاطس دي علشان خاطر هي صغيره انا هقسمها بس نصين، وهقطع كل نص زي ما انتوا شايفين كده مكعبات عاديه واحده. لو كانت اكبر من كده كنت هقطع البطاطس لاربع ترباع، لكن هي صغيره فمش محتاجه او مش مستاهله ان انا اقطعها لاربع ترباع يعني. ولازم ان انت بامر الله تبقي بالراحه كده وانت بتقطعيها. وانا مش سلقاها جامد، يعني هي مسلوقه حلوه لكن مش مهريه، مش تسلق لدرجه ان هي تتهري، علشان خاطر تبقى ماسكه نفسها معايا وتتجاوب معايا في التقليب وتتجاوب معايا في التقطيع. ما تتهريش ولا تتبهدل مني، تفضل المكعب زي ما هو زي ما انت شايفه كده. بصي البطاطس عشان صغيره بعملها زي ما انت شايفاها كده. انا بقى باذن الله هكمل بقيه الكميه وارجع لك تاني. خلاص احنا هنا قطعنا البطاطس مكعبات زي ما انت شايفاها كده. هنعمل بقى ايه اهو، بصي المكعب بتاعنا علشان خاطر زي ما قلت لك هي صغيره احنا قطعنا المكعبات كده. هنعمل بقى ايه تاني؟ احنا دلوقتي عندنا البانيه، هنشوف هنعمل بقى فيه ايه. انا دلوقتي عايزه اخد البانيه من غير البصل اللي عليه. هو خلاص خد التتبيله بتاعته بقاله حبه حلوين قوي فيها، وطبعا امتص السائل بتاع البصل وبتاع الطماطم. فانا مش عايزه الفيليه بتاعي او البانيه بتاعي يكون عليه بصل او عليه حاجه من التتبيله، بس انا هعوز التتبيله. فهعمل زي ما انت شايفه كده، هنفض قطع البانيه، مش هخلي عليها بصل خالص علشان خاطر اللي هعمله فيها دلوقتي ما يخليش البصل يتحرق. بس المهم عندي ان هي تتنضف حلو زي ما انت شايفه كده. عايزه بقى تحشي اللي عليها ده حلو بايديكي بالسباتيولا زي ما انا ما بعمل كده اللي يعجبك. ويا ريت يا جماعه تكون قطع البانيه زي ما انت شايفه كده، يعني سميكه، ما هياش القطع اللي هي الخفيفه قوي، لا سميكه الى حد ما، يعني زي ما انت شايفاها كده. قطع تكون كبيره كده وتكون فيها سمك شويه. الاكله دي باذن الله باذن الله هتعجبكم، ولما تعملوها وتشوفوا قد ايه هي جميله ووفرت عليكم وقت ووفرت عليكم مجهود هتجربوها تاني. انا بقى باذن الله هكمل بقيه الكميه ونشوف هنعمل ايه تاني. انا بقى عندي هنا زي ما انت شايفه كده طاسه سخنه وفيها سمنه على النار. هبتدي انزل بقطع البانيه في الطاسه دي. طبعا انا بسخن السمنه على قد ما اقدر علشان خاطر البانيه ياخد معايا صدمه، ما ينزليش ميه. انا عايزه الميه بتاعته تتكتم فيه. لو السمنه بارده هينزل ميه كتير وهينزل سائل كتير، وده انا مش عايزاه. انا عايزه السمنه تكون سخنه الى حد ما. طبعا مش هحرقها بس اسخنها الى حد ما زي ما انت شايفه كده. اني بعد حتى ما ربنا اذن وبنزل في الكميه بتاعتي برضو السمنه بتغلي او بتبقبق كده، علشان خاطر انا حطيت بامر الله الفيليه فيها وهي سخنه. بصي حتى الحواف بتاع البانيه اللي على ايدك الشمال هتلاقيها بيضت على طول. هي بقى باذن الله دلوقتي اما تاخد الصدمه، معلش انا هحاول ان انا ما اقطعش الفيديو هنا، تخلي بس بالك معايا علشان دي بقى اهم حاجه في الاكله كلها.
عايزاها تاخد لون عن كده براحتك. انا بعد اوقات ما بحبهاش تاخد لون قوي علشان خاطر ما تبقاش ناشفة، ببقى عايزة ان هي برضو تكون طرية ومحتفظة بالسائل بتاعها اللي جواها. ما بحبش ان انا عفوا، ما بحبش ان انا يعني انشفها جامد. بصوا بقى قطعة البانيه دي يعني بتحلف ما تتقلب، مش عايزة، بس برضو ربنا اذن وخلاها اتقلبت. هقلب بقى البانيه كله زي ما انتم شايفين كده. استنى بس ان هو يعني الى حد ما ياخد معايا لون اهو. بصي طبعا ما بياخدش لون جامد، عايزاه ياخد لون جامد سيبيه، بس انا ما سبتهوش ياخد لون جامد. اهو زي ما انت شايفاها كده بامر من ربنا. انا هقلبه بقى كله، اخلص بقى باذن الله كده ان هو بس ياخد اللون بتاعه وياخد الصدمة بتاعته اهو. بصي كل ما ده كل ما بياخد اللون ازاي، كل ما هتسيبيه كل ما هياخد. عايزة تسيبيه اكتر من كده هياخد اكتر من كده براحتك. انا بقى هعمل ايه هنا؟ هنزل التتبيلة بتاعتي دي، اهم حاجة بقى عندي كده. تنزل هنا في الحتة اللي متحمرة بزيادة، الحتة اللي في الطاسة اللي حصل فيها التحميرة بزيادة، عشان تاخد اللون يعني زي الدمجلاس كده. طبعا اول ما هقلبها مش هيبقى فيه اي حاجة في الطاسة، الطريان والسائل بتاع البصل هيطلع اي حاجة في قلب الطاسة. على فكرة هي باينة في التصوير ان الطاسة اغمقت قوي، لكن في الحقيقة يعني لا، كانت عادية، ما كانتش غامقة من الجنب زي ما هي باينة كده في التصوير. انا حتى استغربت يعني ان هي في التصوير باينة كده. مش عارفة بقى عيب اضاءة ولا هي الطاسة بتستهبل ولا ايه، مش واخدة بالي صراحة. احنا هنا هنقلب البصلة حبة. انا عايزة البصلة تدبل، برضو هخليكم معايا شوية لحد بس ما تشوفوا البصلة هتبقى عاملة ازاي. تاخر البانيه بعيد عنها، انا عايزاها هي اللي تاخد السوا، لان انا مش عايزه اقعد اقلب البانيه فيها والحاجات دي كلها والبانيه يتهري. انا مش عايزه اهري البانيه بتاعي، انا عايزه القطعه بقطعتها. بصي البانيه بتاعي ابيض ولونه جميل ازاي اهو. بصي كل ما ده بوسع وباخد من السمنه اللي تحت البانيه في تحمير البصل، عشان يعني يسرع لي اكتر، لان السمنه طبعا اللي تحت البانيه دي سخنه اهو زي ما انت شايفاها كده بامر الله. انا بقى ايه، هخليها بس حبه كده تدبل وما تبقاش مقرمشه او مقرقشه، وتدبل حلو، وبعد كده نرجع تاني نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين اهو. بصي دبلت بقى خالص ازاي. اي نعم هي ما اتحمرتش ولا يعني دبلت خالص زياده عن اللزوم، عايزاها برضو يبقى ليها طعم، بس ما تبقاش زي ما قلتلك تقرقش وانتي بتاكليها. عايزه وكده كده على فكره هي دبلانه، علشان زي ما قلنا احنا حاطين عليها ملح وفلفل، وهي يعتبر منقوعه من بدري يعني. قلبنا بقى فيها البطاطس كده زي ما انت شايفه. هنقلب تقلبتين، بطاطس اصلا معايا مستويه، بس انا عايزاها تاخد الطعم بتاع البصله زي ما انت شايفاها كده بأمر الله. أكلة سهلة 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 وبسيطة، وبجد هتدعولي عليها، جربوها هتدعولي عليها بجد. بعد كده بقى أنا قلبت البطاطس كده تقلبتين حلوين، هبتدي بقى أنزل بسر الأكلة بقى اللي هي المرتة. عاملة معلقة حلوة كده، تبقى معلقة بنت ناس كده يعني، بسم الله ما شاء الله مليانة اهي، يعني زي بقى ما انت عايزة. وخلي بالك لأن المرتة بتبقى حايقة، لو هتزودي في المرتة يبقى تقللي في الملح اللي انتي متبلة بيه البانيه. هي بس انا خدت زي ما انتي شفتي معلقة وحتة صغيرة كده على طرف المعلقة. هبتدي بقى اقلب كل الاكل كله مع بعض بس بالراحة، لان البانيه خلاص استوى.
انا كان ممكن ان انا ارفع البانيه وبعد كده اقلب مع البطاطس وارجعه تاني، لا حبيت ابينلك ان هي سهله جدا وتقدري تعمليها كلها مره واحده. بس تعاملي مع الحاجه بالراحه، مش عشان حاجه، بس عشان لما تيجي تقدميها تبقى باذن الله يعني ايه، مش ما تبقاش مقطعه ولا مهريه، لان اصلا البانيه خلاص استوى واستوى على الاخر. وانا هشوف دلوقتي قطعه كده من البانيه اهي، مثلا بص دي اهو، بص استوى ازاي، خلاص بقت بتتقطع لوحدها. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني خلاص. وكده خلصنا الاكله بتاعتنا ودينا غرفناها. وزي ما انت شايفه كده، ده سرفيس البانيه اللي بالبطاطس والمرتة، وحط حاجه بسيطه خالص كده بس برزنتيشن. وان شاء الله الاكله دي تجربيها وتعجبك باذن الله. وما تنسونيش في اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.